يسعد أوقاتكم مستمعي هيفي اف ام الأعزاء. رح نكون مع بعض بحلقة جديدة من زاوية نوجدار. بحلقتنا اليوم نحن بعيادة الدكتور غطاس موسى، اختصاصي بالأمراض الجلدية. يسعد أوقاتك دكتور. يسعد أوقاتكم الله يخليكم. دكتور، المشكلة الأكثر شيوعا عند العالم هي حب الشباب. شو فيك تحكي لنا عن هالمرض؟ هلا يعتبر حب الشباب أو نفسه هو الاسم العلمي له العد الشائع، يعتبر من المشاكل الشائعة والمؤثرة سلبا على حياة الشباب بشكل عام. يصيب 85% من الشباب، وغالبا ما يظهر بسن 15 ل 20 سنة، يعني يغيب بالعشرينيات من العمر. الذكور والإناث نفس النسبة بالإصابة تقريبا، بس الأشكال الشديدة تكون عند الذكور أكثر ب10 مرات من الإناث. في معلومة إنه حب الشباب يحدث عند حديثي الولادة، لكنه يزول خلال أسابيع دون أن يترك ندبات. وكمان يصيب الرضع بين عمر 3 ل 6 أشهر، يعني هذا يستمر سنوات، أشهر وسنوات، وقد يترك ندب، يعني وبالتالي هو بحاجة لعلاج يعني عند الرضع. هاي بالنسبة للمصابين. يعني عند الإناث قد يستمر لعمر 40 سنة، بس عند الشباب أكثرية الأوقات عم ينتهي بعمر 25 سنة بشكل عام. هلا بالنسبة لأسبابه لحب الشباب، السبب الأساسي هو زيادة إفراز الدهن من الغدد الدهنية الموجودة بالجلد، وكذلك في عندنا زيادة إفراز الهرمونات خاصة الذكرية، بالإضافة إلى السبب الرئيسي اللي هو الجراثيم الموجودة بالجلد اللي هي اسمها الجراثيم البروبيونية العدية. بالنسبة للعوامل المحرضة للعد، يعني هاي بالنسبة للشباب لازم ينتبهوا عليها، الشباب والناس بنفس الوقت. هو أهم شيء التوتر العاطفي أو الانفعال أو القلق، هذا من العوامل المحرضة للعد. كذلك الجو الرطب، يعني الابتعاد عن الجو الرطب، الألبسة السادة الضيقة، يعني خاصة لباس مشان حب الشباب اللي يظهر على الظهر، يعني يفضل ما يكون اللباس ضيق. كذلك بالنسبة للنساء المكياج، كثرة المكياج، يعني كثرة المكياج تزيد حب الشباب سوءا. كذلك الرضوح، يعني مثل ما نقول اللعب بالحب، يعني هذا كمان يزيد حب الشباب ويترك ندبات. هلا بالنسبة للأطعمة، جدل في جدل واسع على الأطعمة، إنه عم يسببوا ولا ما عم يسببوا. حسب ملاحظتنا ويعني التجارب تبعنا، لاحظنا إنه في بعض الأطعمة تأثر سلبا على العد، خاصة الحليب، أكثر شيء الحليب والشوكولا اللي فيها حليب، بالإضافة إلى البزر. هدول من تجربتنا إنه بيّنوا إنه عم يأثروا ويزيدوا حب الشباب سوءا. كذلك أدوية، يعني في بعض خاصة البنات يحاولوا ياخذوا أدوية مشان السمن، هدول الأدوية عم يسروا كمان يطالعوا حب شباب، خاصة الاستيرويدات الجهازية عم تسبب زيادة بالحب الشباب. حتى الموضعية، الكريمات الموضعية اللي عم يستعملوها كثير من البنات عم تسبب لهم يعني تناول اليود، الليثيوم، فيتامين B12، هذه الأدوية كلها عم تأثر سلبا على حب الشباب. في كمان العد عند الناس عم يزيد قبل الطمس، هذا شيء عادي، يعني يزيد قبل الطمس عندنا. هلا بالنسبة للعلاج، يعني العد الخفيف إلى المتوسط نفضل نعالجه موضعيا. يعني هناك أدوية عدة مثل الصادات الحيوية الموضعية والمقشرات، يعني هدول علاج الحد الخفيف للمتوسط. بالنسبة للعد الشديد لازم ياخذ إجباري أدوية جهازية بالإضافة للموضعية الصادات الجهازية. كذلك عندنا استعمال الليزر في العلاج. في دواء اسمه الريتان، هو الحجر الزاوية في علاج حب الشباب الشديد، بس هو بحاجة إلى إجراء تحاليل عامة لاستعماله. هلا الريتان له خصوصية، هو حجر زاوية، علاج ممتاز، بس بحاجة لتحاليل مشان تأثيراته الجانبية. يعني تمام، شو هي تأثيراته الجانبية؟ هلا تأثيراته يأثر على الكبد، يرفع الشحوم، يرفع الكوليسترول، بالأعمار الصغيرة ممكن يثبط النمو يعني 6%، بالإضافة
العرض الشائع هو تشقق الشفاه، هذا يعني 90% عند العالم. هلا في اشاعه انه الريتان ممكن يسبب العقم عند البنات. هاي لا ممنوعه، هاي غلط 100%، بس هو دواء مشوه للجنين. اذا هي حامل او متزوجه يفضل ما تاخذه لانه مشوه. انه قبل الزواج اذا البنت اخذت ريتان لازم للسنه ما تتزوج. لا، هو لشهرين لازم ما تتجوز. الزواج لازم ما يتم لبعد شهرين. والمراه المتزوجه يفضل ما تاخذه، وما يأثر أبدا على العقم. حتى لو هي متزوجة أخذته ما يأثر على العقم، من ناحية العقم ما يأثر، فقط بس إنه هو مشوه للجنين، لذلك ننصح بعدم استعماله متزوجين. هلا بس آخر نصيحة أنصحها للشباب، إنه للشباب والبنات إنه أبدا ما يلعبوا بإيدن بوجهن، خاصة البنات عندنا العادة ينسوا يعني، لأنه عم تترك عندنا ندبات ما عم تتعالج بأي نوع، حتى على الليزر ما عم تتعالج. دكتور هلا البشرة حساسة وبدها عناية واهتمام خاص، شو هي نصيحتك مشان الاهتمام بالبشرة؟ يعني أكثر نصيحة، أكثر تصرف ممكن يأثر على البشرة شو هو؟ أولا قلنا كثرة المكياج ممنوعة، الجلوس تحت أشعة الشمس كمان سيئة جدا البشرة بشكل عام. في عندنا تناول الفواكه والخضروات وشرب المي، هدول بالنسبة للتناول الأطعمة هدول كتير كويسين للبشرة. دكتور هلا بهالبرد البرد هذا قد له تأثير على البشرة؟ البرد يعني بالنسبة لحب الشباب ولا بشكل عام؟ بشكل عام. بشكل عام أي تبقى حسب طبيعة الشخص. يعني الشخص إذا بشرته يفضل إنه ما يقع تحت يعني ما يتعرض للبرد القارص، لأنه أكيد يتأثر عليه سلبا يعني. شكرا.